هاقول لك حكاية صغيرة مش هتاخد حوالي 5 دقايق، بس بالله عليك ما تقلب الفيديو واسمعني، وأنا متأكد إنها هتغيّر كتير أوي في أفكارك. أنا شخص ما كنتش باصلّي تمامًا، ما كنتش باصلّي نهائي، يعني كنت بعيد أوي، 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 أوي عن ربنا، رغم إن أنا متربّي في طفولتي على الصلاة والقرآن والصيام زي أي حد يعني. بس لمّا كبرت يعني وكده والصحاب والسفر والشغل وعرفت حاجات جديدة واتعلّمت حاجات جديدة، بعدت تمامًا وبطّلت صلاة خالص. دايمًا كنت باسأل نفسي وباقول لنفسي: هو أنت ليه يا ابني ما بتصلّيش؟ يعني إيه اللي مانعك عن الصلاة؟ إيه اللي مانعك عن الخطوة دي؟ ده أنت عارف إن الصلاة دي هي اللي فيها نجاتك وهي اللي فيها نجاحك وهي اللي فيها كل حاجة أنت عايزها. كنت كل ما أقرر أصلّي ألاقي نفسي باجي وقت الصلاة وأرجع في القرار ده، يعني باحس إن أنا مش مقتنع أوي يعني. وكنت كل ما باقرا قرآن وأقول خلاص أنا هاخد الخطوة دي وأحس إن أنا لازم آخدها، أرجع أحس إن أنا مش مقتنع أوي إن أنا لازم أصلّي عشان حياتي تبقى كويسة أو عشان أنجح في حياتي أو عشان الدنيا تمشي تمام. لحد من حوالي سنتين الدنيا كانت معايا وحشة أوي، الظروف معايا كانت أوحش حاجة ممكن تتخيلها، ما فيش شغل، ما فيش فلوس، الدنيا معايا بايظة، لدرجة إن أنا رُحت بِعت الموبايل بتاعي عشان ما كانش معايا أصرف يعني، وكنت خاطب وكده وكنا في موسم، كنا في رمضان، فرُحت بِعت موبايلي. بس قبل ما أبيع الموبايل دوّة أنا كنت مصوّر فيديو في الشارع كده مع حد، باسأله أهلاوي والّا زملكاوي، وقال لي: "لأ إسماعيلاوي." وهزرنا وبتاع ورفعت الفيديو عندي على الصفحة، وما كانش في دماغي أي حاجة خالص، خالص، وكانت الدنيا معايا صعبة ومزنقة جدًا، وبِعت الموبايل وجِبت الفلوس، وساعتها حد أعرفه يعني صاحبي عرض عليَّ عرض وِحِش كده، إن أنا أمشي يعني في سكة مش تمام، أشتغل معاه في حاجة معينة، وهاجيب فلوس كتير وأتجوّز بقى وأعمل كده. فطلعت سِبته ومشيت، قُلت له سيبني أفكّر وكده، روّحت لقيت لأ، اللي هو حرام مش هاعمل كده، أستغفر الله العظيم، ورفضت الفكرة تمامًا وما رضيتش أعمل ده. المهم بعديها بكام يوم قاعد برضه مش لاقي آكل وقاعد في البيت عادي وماسك بقى موبايل والدتي بافتح منّه صفحتي أشوف الدنيا فيها إيه. وفي اليوم ده كنت اتوضّيت وصلّيت الفجر وصابح صايم وبقى لي سنين ما صلّيتش ودي كانت أول مرّة أصلّي. من غُلبي لجأت لربنا وقعدت دعيت كتير أوي في اليوم ده. المهم بافتح الصفحة دي بالصدفة، لقيت إنه في إشعارات جاية لي إنه صفحتك احترافية، بدأت تكسب فلوس، بدأت تربح أموال ومش عارف إيه وكده، فمصدقتش حاولت أفتح وأشوف وأعرف، فضلت ورا الموضوع لحد ما الصفحة دي اتفعّلت أرباح، وأول شهرين أول 3 شهور أرباح من الصفحة دي جالي من وراها 225,000 جنيه بالضبط. خدت شقتي واتجوزت وسبت كتابي وجبت حاجتي وبقت الصفحة دي